2002 كان العام الاكثر شؤما على باير ليفركوزن، كان معاه 3 بطولات يقدر ينافس عليهم ويقدر ياخدهم. كان اولهم الدوري الالماني وكان بينافس بروسيا دورتموند، والفرق ما بينهم كان 5 بونت وكان ناقص 3 ماتشات على نهايه الدوري. لكن للاسف بيضيع منهم الحلم وبروسيا دورتموند في الاخر ياخد الدوري. والبطوله اللي بعد كده كانت كاس المانيا وكانت قدام شالكه. يخلص الماتش في الاخر 4-2 لشالكه. قد ايه فريق نحس، يعني حاجه ما يعلم بها الا ربنا. الثالثه الاهم والاعرف في اوروبا وكانت بطوله دوري ابطال اوروبا، وللاسف برضو خسر من ريال مدريد 2-1 بجول زيدان الشهير. وبعد خسارته من ريال مدريد اطلقت عليه الصحف الناطقه بالانجليزيه في المانيا اسم نيفركوزن، او الفريق اللي ما بيكسبش، او فريق المركز الثاني. عشان يجي في 2003 حال الفريق اتدهور جدا وكان مهدد بالهبوط، ويفضل في تخبط ل 2009 لما يقابلوا فيردر بريمن في نهائي كاس المانيا ويخسروا بهدف مسعود اوزيل اللي كان في ساعتها لسه نجم صاعد. احنا عارفين طبعا بعد كده